شكون كان كيتخيل باللي هذا الدري اللي كبر في اخطر ضواحي باريس وسط الفقر والديون غيولي هو اغلى لاعب في العالم؟ هذا اللاعب كيبغي ريال مدريد، ولكن اول تيشيرت لبسو كان ديال اسي ميلان. ما عنده حتى وشم في الجسم ديالو لسبب واحد اللي غيخليك تحترمه بزاف. هذا ماشي غير لاعب كرة قدم، هذا كيتعتبر نفاثة بشرية. حطم ارقام هنري وورث عرش زيدان وتحدى ليونيل ميسي في قطر بهاتريك تاريخي من بوندي للعالمية، ومن حلم طفولة القميص الميرينغي الملكي. ولكن وراء هذه النجومية كاين نظام عسكري وتربية صارمة من أم جزائرية وأب كاميروني، قصص العنصرية ورفض الملايير والوفاء للحلم. هذه ماشي مجرد مسيرة كروية، هذه كتعتبر قصة كفاح ومبادئ. اليوم إن شاء الله غادي نغوصوا في كواليس بحياة النفاثة كيليان مبابي. وجدوا راسكم حيت هذه الحكاية فيها تفاصيل غتسمعوها لأول مرة. خليك معايا باش تعرف الستوريا ديال مبابي كاملة. اليوم غادي نهضروا على واحدة من أكثر القصص إثارة وإلهاما في عالم كرة القدم الحديثة. غادي نهضروا على النفاثة الفرنسية، الغول اللي كيرهب المدافعين، واللاعب اللي كل شيء كيتشوف فيه، الخليفة الحقيقي لميسي ورونالدو. غنهضروا على النجم كيليان مبابي، كيفاش قدر دري صغير تزاد في واحد من أخطر ضواحي باريس وسط الفقر والمشاكل يولي هو الطفل الذهبي لدولة فرنسا، وكيفاش قدر يحقق الحلم ديالو اللي كان معلق تصويره في البيت وهو عنده 10 سنوات فقط، ويولي هو النجم الأول للنادي الملكي ريال مدريد. قصة مبابي ماشي غير قصة أهداف وألقاب، بل هي قصة تخطيط عائلي وإرادة حديدية وموهبة فطرية خلت العالم كامل يسكت فاش كتكون الكرة بين رجليه. قبل ما ندخلوا في الحياة ديال النجم كيليان مبابي، كاين شي حاجات اللي كيميزوا هذا اللاعب على باقي النجوم ديال هذا الجيل. مبابي معروف باللي كيرفض تماما ترويج لشركات الخمور والمراهنات والوجبات السريعه اللي كتضر بالصحه ديال الدراري الصغار. ومن فوق هذا الشيء مبابي ما دار حتى وشم في الجسم ديالو، والسبب ماشي غير ديني او جمالي، ولكن باش يبقى الدم ديالو نقي ويتبرع به في اي وقت للناس اللي محتاجين في الدم. وبزاف ديال المحللين كيشوفوا فيه الوريث الشرعي للنجم زين الدين زيدان اللي هز فرنسا للقمة سنة 1998، ومبابي هو اللي كمل المسيرة سنة 2018. مبابي قدر في سن صغير يولي هو الجوكر ديال الهجوم، يقدر يلعب في الجناح وفي نفس الوقت يقدر يلعب دي بونتا أو لا يلعب وراء المهاجمين. وفي سن 24 سنة فقط قدر يتجاوز حاجز 190 هدف، وهو رقم مرعب كيبين باللي حنا قدام ماكينة أهداف اللي ما كتعطلش. العائلة ديالو كيعيطوا ليه الكوال حيت مبابي كيعشق النعاس، والناس ديال المدينة ديالو كيسميوه بأمير البوندي الصغير، ولكن اللقب اللي كيعرفوا عليه العالم كامل وهو دوناتيلو، حيت مبابي كيشبه بزاف من شخصيات سلاحف النينجا. وهذا اللقب مبابي ولفو اصبح جزء من الشخصيه ديالو المرحه داخل الفيستر مع الاصدقاء ديالو. تزاد كيليان مبابي في 20 دجنبر سنه 1998 في بلده بوندي شمال باريس. هذه المنطقه معروفه بانها قاسيه وشويه خطيره بضواحي باريس، ولكنها كانت بعيده ب 11 كيلومتر فقط على ملعب دو فرانس، الملعب اللي شهد تتويج فرنسا بكأس العالم في نفس العام اللي تزاد فيه كيليان مبابي. عائلة مبابي هي خليط رائع من أصول أفريقية، باه ويلفريد من أصول كاميرونية، وكان لاعب ومدرب كرة قدم قديم. والأم ديالو فايزة العامري مسلمة من أصول جزائرية، وكانت لاعبة كرة يد محترفة في التسعينات. الأب ديالو كان وفي الثقافة الأفريقية وسماه كيليان، وهو اسم اللي كيعني المقاتل الصغير. كيليان عاش واحد الطفولة اللي صعيبة بزاف. العائلة ديالو كانت فقيرة لفترة طويلة، كانت غارقة في الديون. الأم ديالو فايزة كتعاود بواحد المرارة باللي كانت كتخاف بزاف فاش كيدق شي حد في الباب بالليل، حيت كانت كتظن باللي
اللي السليفيه جاو باش يطلبوا بفلوسهم. وسط هاد الفتره كانت عند كيليان ناني جليسه اطفال من اصول ايطاليه، وكانت هي والعائله ديالها كيعشقوا نادي اسي ميلان. عطاون كيليان تيشيرت ديال روبينيو اللي كان فيه رقم 70، وهذا كان هو اول تيشيرت ديال كره القدم اللي كيلبسو كيليان. واخا القلب ديالو كان كيدق لحاجه اخرى، كان كيدق للميرينغي فريق ريال مدريد. مبابي قاس الكره لاول مره وهو عنده عامين ونص فقط. الاب ديالو والام ديالو وثقوا هذه اللحظه بفيديو، وكانهم كانوا عارفين بلي هذا الدري غادي يكون شي حاجه اللي كبيره. كان كيليان كيرافق الاب ديالو دائما للتدريبات ديال فريق اي اس بوندي، وكان كيجلس وسط الاجتماعات تكتيكيه وكانه مدرب كبير. الاب ديالو ويلفريد كيقول باللي مبابي كان مدمن بمعنى الكلمه، كان كيتفرج في 5 ولا 6 ديال الماتشات في يوم واحد، كيتعلم الحركات وكيراقب التمركز وكيعاود داكشي كامل في الزنقه. كان كيقضي اليوم كامل كيلعب الكره الشارع، وفاش كيجيو ينعسوه كان كيستخدم الكره كوساده. وعلاش؟ باش غير يفيق مع الصباح يلقى الكره حداه وما يضيع حتى دقيقه وهو كيقلب عليها. الام ديالو فايزه كتقول باللي مبابي في الصور ديالو كان مشاغب بزاف وكيهضر بزاف وكان حركي ما كيجلسش في الارض. الاب ديالو كان كيستدعيوه للمدرسه بزاف حيت كيليان كان كيدير المشاكل في المدرسه. وفي المرحله الابتدائيه كان ديما كيجري في الساحه وهز يديه للسما كيتخيل راسو هز كاس العالم. هاد السلوك خلى المديره ديال المدرسه تشك باللي هاد الدري فيه فرط الحركه، وفكرت باش تحولوا للمدرسه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه حيت ما كانش كيدير الواجبات ديالو، وكان كيهضر غير على الكره في كاع الحصص، حتى في الحصه ديال التاريخ والرياضيات. مبابي كبر وسط ماكينه رياضيه، الاب ديالو مدرب والام ديالو لاعبه الهوند، وخوه بالتبني جيري سكيمبو لعب المنتخب فرنسا الناشئين، وخوه الصغير ايثان دابا كيشق الطريق ديالو مع فريق ليل الفرنسي. الام ديالو فايزه كانت هي الام الحديديه كما وصفتها الصحافه، كانت كتفيق كيليان مبابي من النعاس باش يتفرج في الاخبار الرياضيه وما تفوتو حتى معلومه. الام ديالو لعبت دور كبير في القرارات المهنيه ديالو، هي المستشاره الاولى والوحيده اللي كيثق فيها كيليان. كيليان كيقول باللي الام ديالي هي كل شيء، وهي اللي كتختار ليا حتى المظهر واللبس ديالي. ودابا الام ديالو هي اللي كتدير الشركه ديال العائله اللي مكلفه بالعقود والمفاوضات. وباه ويلفريد كان صارم بزاف من ناحيه الفلوس، واخا مبابي بدا كيربح مبالغ خياليه وهو باقي مازال مراهق. الاب ديالو ما كانش كيخليه يلمس البطاقه البنكيه في عمر 17 سنه. كان راتب مبابي 85 ألف يورو في الشهر، ولكن الاب ديالو كان كيعطيه فقط 200 يورو كمصروف جايب في الشهر. والهدف وهو باش يكبر مبابي كدري عادي وما تخرجش عليه الفلوس والرفاهيه الزايده، وهو باقي مازال ما نضش. الاب ديالو كان كياخدو باش يحضر للتدريبات ديال النجوم، وفي سن 7 سنين تلاقى بالنجم هنري، وفي 2012 تلاقى بزيدان وبرونالدو. هاد اللقاءات كانت هي البنزين اللي حركت الطموحات ديالو. وبزاف ما كيعرفوش باللي مبابي من سن 6 سنين ل 11 سنه كان كيقرا في مدرسه كاثوليكيه خاصه، وتماك تعلم بزاف ديال الحاجات بعيده على كره القدم. تعلم الدراما والتمثيل، وتعلم كذلك السباحه والتنس والغناء. والاغرب من هادشي كامل تعلم يعزف على آلة الناي. واخا كان هادشي كامل كيليان قدر ياخذ شهاده البكالوريا في شعبة العلوم والتكنولوجيا، حيت الاب ديالو كان كيهددو باللي غيحبس ليه كرة القدم اذا ما قراش. في سن 4 سنوات الاب ديالو لاحظ باللي كيليان عنده سرعة استجابة وذكاء تكتيكي خطير، ومن وصل ل 6 سنوات بدا في نادي بوندي، وتماك طلعوه مباشرة باش يلعب مع الدراري اللي كبر منه بعامين، حيت كان طائرة وسريع بزاف. الدراري ديال الفريق سماوه بيب بيب، بحال داك الشخصيه الكرتونيه اللي كانت كتهرب من الذئب. المدربين ديالو في داك الوقت قالوا باللي مبابي كان كيدير كل شيء احسن واسرع من الدراري اللي في السن ديالو بسنوات ضوئيه. وفي سنه 2013 دخل الاكاديميه كلير فونتين الشهيره، تماك كان كيهضر بزاف على الاحلام ديالو وباللي غيولي اسطوره، لدرجه ان الاصدقاء ديالو سماوها الاسطوره الوهميه حيت جاوهم الاحلام ديالو خياليه. ولكن مبابي كان عارف
عارف راسو فين غيمشي. وفي سن 14 سنة عيط عليه زيدان باش يدير تجربة مع فريق ريال مدريد. زيدان استقبل كيليان بالطوموبيل ديالو الخاصة، وتماك مبابي كان غيطير بالفرحة، ولكن في الاخر الصفقة ما كملتش ورجع لفرنسا. هنا كيليان مشى لنادي موناكو، وفي الاول كان كيبكي ديما حيت كان احتياطي، ولكن في سنة 2015 دخل كأصغر لاعب في تاريخ نادي موناكو ب 16 سنة فقط، وحطم رقم هنري اللي صمد 21 سنة. وفي موسم 2016-2017 العالم كامل عرف شكون هو كيليان مبابي. ماركا 15 هدف ودا الدوري مع نادي موناكو، ووصل للنصف النهائي ديال تشامبيونز ليغ. تماك بدات الحرب بين الأندية الكبيرة، ولكن نادي باريس سان جيرمان خطفوه بصفقة خيالية وصلت ل 145 مليون يورو باش يولي ثاني أغلى لاعب من بعد نيمار. لكن مبابي مع فرنسا قصة بوحدها. 2018 وهو عنده 19 سنة فقط مشى روسيا ودار حالة، ماركا 4 أهداف وخذا كأس العالم، ولا ثاني أصغر لاعب في التاريخ كيماركي في نهائي من بعد بيلي. تماك مدينته بوندي تحولت من ضاحية منسية لمدينة الأبطال، وصورة مبابي تعلقت في أكبر العمارات تماك. ولكن في يورو 2020 عاش مبابي أسوأ اللحظات ديالو، ضيع ضربة جزاء اللي خلت فرنسا تخرج من البطولة، وتعرض لهجوم عنصري بشع بالسوشيال ميديا سماوه بالقرد والزنجي القادر، وهذا الشيء أثر فيه بزاف لدرجة قرر يعتزل دوليا، ورئيس الاتحاد الفرنسي خلاه يرجع. وفي كأس العالم قطر 2022 هنا مبابي دار اللي ما كيدار. واخا فرنسا خسرت النهائي ضد الأرجنتين، مبابي ماركا هاتريك تاريخي وخدا الحذاء الذهبي ب8 أهداف. الصحافة سمت مبابي الملك بلا تاج حيت قاتل بوحدو ضد ليونيل ميسي والرفقاء ديالو. ومن بعد سنوات مشد والجداب ومسلسلات مكسيكية بين باريس وريال مدريد، أخيرا في صيف 2024 وقع مبابي لنادي الأحلام ديالو ريال مدريد. مبابي دابا عنده هدف واحد وحيد، يربح الشامبيونز ليغ ويهز الكرة الذهبية سنة 2025. أساطير كرة القدم كلهم متفقين عليه. كريستيانو رونالدو قال عليه مبابي هو الحاضر والمستقبل، وملي كنشوفو كيلعب كيفكرني براسي. والحارس بوفون قال لو كان الامر بالايدي ديالي نعطيه الكره الذهبيه دابا. وفينغر شبهه بهنري ولكن بنسخه مطوره. هذه هي القصه ديال النجم كيليان مبابي، الدري اللي رفض يخلي الفقر يحدد المستقبل ديالو، ورفض يخلي النجاح يغير المبادئ ديالو. قصه المقاتل الصغير اللي ولا هو الغول اللي كيتسناه جمهور ريال مدريد باش يرجعوه لمنصه التتويج. شكرا لكم إذا كنتوا كملتوا هذا المقطع. نتمنى تكونوا استمتعتوا بقصة كيليان مبابي، وقولوا لي في التعليق واش كتشوفوا باللي مبابي غينجح في مدريد وغادي يربح الكرة الذهبية، ولا الضغوطات في مدريد غتكون كبيرة عليه. وهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم كالي، تهلاو.